السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلاب الصف الأول الثانوي، يلا مع بعض نراجع مع بعض الأحياء مراجعة جميلة، وإن شاء الله المذكرات اللي هنراجع فيها هنزلها لكم في التعليقات إن شاء الله في أول تعليق. مذكرات مراجعة ليلة الامتحان، هناخد بعض الأسئلة اللي هتعرفنا على المنهج، واللي ما ذاكرش أحياء يلحق يذاكر معانا أحياء مع مؤسسة نوبل. معاكم مستر عمر مليجي مدرس الأحياء في أكاديمية نوبل. يلا مع بعض نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نراجع الباب الاول. هنراجع الاول الكربوهيدرات وبعد كده الليبيدات. هناخد مقتطفات وكده كده المذكره معاك ان شاء الله هتراجع منها، وان شاء الله انزل لكم برده الاجابات معاها باذن الله. يلا مع بعض. اي المستويات التركيبيه التاليه هي الاعلى مباشره من الجزيئات البيولوجيه الكبيره؟ طبعا عندنا العضيات والذرات والانسجه والخلايا. لو ناخد بالنا الجزيئات البيولوجيه الكبيره كانت موجوده فين؟ كانت موجوده في العضيات، يبقى اللي بعديها على طول العضيات. السؤال الثاني، اي العناصر التاليه هي الاكثر توافرا في الكائنات الحيه؟ خدناها كتير وعرفنا الاجابه الف، كربون والهيدروجين والاكسجين. السؤال الثالث، نقرا العبارتين مع بعض. انا مش هقراهم، هسيبك تقراهم انت وتقول لي العبارتين ايه. ايوه صح، شايف واحد اهو بيقول العبارتان خطا. فعلا جميع الاملاح المعدنيه تحتوي على ذره كربون؟ لا لا لا. طب ما في املاح معدنيه ما فيهاش كربون عادي، وبرضو الاملاح المعدنيه من الجزيئات غير العضويه مش العضويه. طيب 4، برضو ما مدى صحه العبارات؟ يلا معايا. ايوه الاجابه ايوه باء. العباره الاولى صحيحه، كل الجزيئات البيولوجيه كبيره الحجم تحتوي على عنصر الكربون، وده شرط من شروطها، يبقى العباره الاولى صحيحه. كل مركب كيميائي يحتوي على الكربون يبقى جزيئات بيولوجيه كبيره؟ لا طبعا، مش اي مركب كيميائي فيه كربون. طب ما ثاني اكسيد الكربون CO2 مش لازم. خلاص. السؤال رقم 5، يتكون في البلاستيدات الخضراء اثناء عمليه البناء الضوئي عددا كبيرا من جزيئات الجلوكوز. ما اسم العمليه تخزن خلالها هذه الجزيئات؟ طبعا انتوا عارفين انها البناء. الله يا مستر مش لاقيين البناء. البلمره. ما البلمره هي البناء. برافو. 6، السكريات الاحاديه بها ايه؟ احنا خدناها يا مستر 3 إلى 6 ذرات كربون. طب ما الاكسجين يساوي الكربون، يبقى الاجابه الف. تمام. اللي بعديها عدد ذرات الهيدروجين في السكر الاحادي اكس، وانت عارف ان الهيدروجين بيبقى ضعف الاكسجين، يبقى كم يكون عدد ذرات الكربون؟ نص اكس. انت قلت لنا الاكسجين. طيب ما الاكسجين بيساوي الكربون. تمام، يبقى الهيدروجين اكس، يبقى الكربون او الاكسجين اي منهما نص اكس. 8، ما عدد ذرات الاكسجين سكر الريبوز؟ فكرني كده بسكر الريبوز C5H10O5، يبقى الاجابه ايه؟ ايوه الاكسجين 5. 9، اي مال ينتج عند تحلل 3 جزيئات سكروز مائيا؟ انت تعملها بقى مع نفسك تشوف السكروز بيتكون من ايه. ايوه جلوكوز وفركتوز. خلاص، يبقى 3 جزيئات سكروز. نقول بقى ايه؟ 3 جزيئات فركتوز، 3 فواكه يعني فواكه هي الفركتوز، و3 جزيئات عنب اللي هو الجلوكوز، يبقى الاجابه باء. اي السكريات التاليه يحتوي على 12 ذره كربون؟ يعني سكر ثنائي هو السكروز. وطبعا احنا عارفين ان التركيب الجزيئي هنا مع الوزن الجزيئي لانتاج الطاقه اهو عند تناول كوب من محلول الشعير. تمام. كل ما الشعير بيتهضم يبدا وزنه يقل بالتركيب الجزيئي، عكس مع الوزن الجزيئي. 12، طبعا سكر الشعير اللي هو المالتوز بيتكون من جلوكوز وجلوكوز، هما متشابهين، يبقى الاجابه باء. طيب سكر ثنائي C3 C6 C12 C18. ايوه يبقى مين سكر الثنائي 3 ولا 6؟ مستحيل، ده الاحادي من 3 ل 6، يبقى الثنائي اللي هو جيم. ماشي. 14، طبعا 14 ده سؤال جميل جدا ما فيهوش اي حاجه. 20 جزيء مالتوز فككهم ل 20 جلوكوز و20 جلوكوز. 10 لاكتوز فككهم ل 10 جلوكوز و10 جلاكتوز. 10 سكروز فككهم ل 10 جلوكوز و10 فركتوز، هيبقى الاجابه 60 جزيء جلوكوز. خلاص. وهتلاقي الاجابه ج عندك بعد ما تفكك كده في الورقه كده في كشكول وتقعد تكتبهم، هتلاقي الاجابه هتبقى د. 15، اي مالي يعطي نتيجه ايجابيه مع محلول اليود؟ والسؤال ده هنحتاجه في ثانيه ثانوي ان شاء الله السنه الجايه، لان اليود مع النشا بيعطي لون ازرق. فين النشا؟ مسحوق القمح. برافو. ما المصدر المباشر؟ طبعا مصدر المباشر للطاقه اللي في ATP هو الجلوكوز، اما المخزون الفعلي بيبقى الجلايكوجين. تمام.
اما السؤال اللي بعده هيبقى اي مالي تعتمد عليه العضلات. العضلات بتاخد الجلايكوجين المتخزن في العضلات، ماشي، بتاخد الجلايكوجين المتخزن وتحوله الى ايه؟ الى جلوكوز عشان يدينا طاقه بعد كده. بعد كده 18 اي العلاقات بالتركيب الجزيئي للسكر ووزنه الجزيئي. طبعا احنا عارفين ان العلاقه طرديه بين ده، ما جابش مثال بقى هضم زي قبل كده الشعير، لا ده بيقول لك عامه كل ما بيزيد التركيب الجزيئي الوزن بيزيد اكيد يعني. طبعا السؤال رقم 20 الصيغه البوليمر يتكون من 3 جزيئات جلوكوز، هتبقى اللي هي باء. كم عدد جزيئات الماء؟ طبعا احنا عارفين لما سكر مع سكر يفقد جزيء ماء في الرابطه الجلايكوسيديه اللي هي الرابطه اللي هي بين السكر والسكر. طب 10 مونيمرات، ها يدينا ايه الاجابه؟ باء، اللي هي 9 روابط. طب لما نكون سكر معقد ونزعنا جاب لك عكسيه بقى 13 جزيء ماء، يبقى انت عندك كام؟ كام جزيء جلوكوز؟ زود واحد يبقى 14. ذرات الهيدروجين والاكسجين نزعها عند تكوين بوليمر 5 مونيمرات، 5 مونيمرات، 5 مونيمرات، يبقى 4 روابط، 4 روابط، كل رابطه H2 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 H2. طيب 4 في 2 بتاع الاتش 8، واحد في الاكسجين 4 O 8 و4 يبقى الاجابه 12. المخطط ده بيفكرنا بايه؟ بيفكرنا بالجلوكوز لما اتاكسد وكسرت الروابط بين ذراته ايه؟ ادى س ده ايه؟ ايوه جيم ATP. بعد هضم الخبز ايه الصوره اللي يتخزن فيها؟ احنا عرفنا ان الجلايكوجين بيتخزن في الكبد والعضلات، تمام؟ طبعا لو درسنا الشكل ده شكل افضل طبعا. ايه اللي هيقول اللي يحدد العباره دي؟ واي دي ايه؟ مونيمر فعلا، واكس دي ايه؟ البوليمر الكبير بتاعه، يبقى الاجابه هتبقى د اكس ناتج من تفاعل بالمره. طيب هي المذكره معاكم وهتشوفوها مع بعض ان شاء الله، هتلاقوا برضو الاسئله سهله جميله وتتدرب عليها طبعا، علشان ان شاء الله مش هتلاقي الافكار موجوده، يعني مش هتلاقي بالنص لان النظام الجديد ما فيش النص ده، هتلاقي الافكار موجوده، هيجيب لك الفكره بس بطريقه ثانيه. تعالوا نشوف مع بعض اي المواد الغذائيه التاليه ينصح بالتقليل منها عشان اقلل وزني؟ النشويات، طبعا الدهون مش موجوده فاخترنا النشويات. الشكل ده عدد ذرات الكربون صاد وسين، يبقى ايه؟ اي مالي س وصاد على الترتيب، س وصاد على الترتيب، ايوه س سكر عنب عشان 6 كربون صح، والريبوس C5 يبقى صاد اللي هو الاجابه باء. لو جينا هنا بقى للشكل ده هنبص نلاقي بيقول لك ماذا يتكون عند اتحاد عديد من س؟ س ده بدل 12 هنا و6 هنا C6 H12O6، يبقى س ده ايه؟ ايوه جلوكوز، بس ما فيش جلوكوز يا ابني، ركز ركز ركز. س بيقول لك ايه؟ اتحاد العديد من س، يعني اتحاد العديد من الجلوكوز. واحد قال لي نشا، ما هو بقى ده الفهم بقى، انت ما ركزتش برضه، في ناس بتقرا نص السؤال وما تكملش. داخل جسم الانسان، ايوه يبقى الجلايكوجين، يبقى ايه؟ الجلايكوجين. طب اذا كان س جزء من صاد، ايه المركب صاد لما يوجد في عصير القصب؟ طبعا السكروز، تمام؟ المخطط ده بيقول لك في واحد مع الجلوكوز بقى حاجه، واحد مع 2 بقى سكروز، واحد مع جلاكتوز بقى 3. ايه الاجابه؟ ايوه جلوكوز مع جلوكوز يدينا ايه؟ جلوكوز مع جلوكوز بيدينا مالتوز. طب واحد ده ايه؟ 4 ده ايه؟ مع السكروز فركتوز، تمام؟ يبقى ايه؟ هو عايز 1 و4 بس، 1 و4 بس، يبقى 1 جلوكوز و4 فركتوز اللي هي الاجابه ج. اي الصور يخزن على السكر الاحادي في خلايا الاسد؟ زي الانسان يعني، يبقى جلايكوجين الاجابه ج. اي المركبات تعطي مونيمر متماثله عند تحللها مائيا؟ مونيمر متماثله، طب السكروز ما ينفعش عشان ده فركتوز وجلوكوز، واللاكتوز. طب تعال نشوف بيه كده بقى. المالتوز جلوكوز وجلوكوز، الجلايكوجين عديد من الجلوكوز، النشا عديد من الجلوكوز، يبقى الاجابه باء، تمام؟ فيما يتشابه المالتوز والجلايكوجين بيتشابهوا في ايه؟ اقرا كده الاربع اختيارات، بيتشابهوا في ايه؟ ايوه ج الوحده البنائيه لكل منهم اللي هو الجلوكوز، برافو. لو شفنا الجدول ده بتاع الكواشف، تعالوا نشوف مع بعض اي المحاليل يمثل السكر والجلوكوز واي منهم لا يعتبر من الكربوهيدرات على الترتيب. اسيبكم تفكروا، ممكن توقف الفيديو وتفكر وبعدين ايه عشان ما نضيعش وقت الفيديو، تفكر وانا اقول لك الاجابه بتسمعها بعد ما توقف الفيديو. الاجابه هتبقى الف
لانه ما بيعتبرش من الكربوهيدرات. س اهو كاشف بنتكت، يعني بيقول لك اي محاليل يمثل سكر والجلوكوز س. ليه؟ عشان مع كاشف بنتكت اتغير من ازرق لبرتقالي. طب مين اللي مش في الكربوهيدرات اساسا؟ صاد، لان هو ازرق زي ما هو، يبقى الاجابه س وصاد. تمام؟ اي محاليل يمثل خطا في التجربه موضحه بالشكل. عندنا 5 مللي محلول جلوكوز، 5 مللي كاشف بندكت، وفي خطا كبير جدا. ايه هو الخطا؟ لازم يا جماعه التجربه دي تتعمل في وجود حمام مائي، يبقى الاجابه عدم وجود حمام مائي. اسيب بقى اسئله التفكير العليا، مستوى التفكير العليا همشيها بطيئه اهي، وانت عندك المذكره ان شاء الله في التعليقات تشوفها وتحلها وابعت لك باذن الله الاجابات. تمام؟ تعالوا عشان ننتقل الى ده الواجب برضو ان شاء الله تحله، وهنزل لك الاجابات باذن الله. انت بقى وقف الفيديو عشان تحل وتشوف الاجابات في التعليقات ان شاء الله. ايوه انا ماشيها بطيئه اهي عشان ننتقل الى اللايبيدات، كفايه عليها الكربوهيدرات كده. تمام؟ برضو ده اهو امتحان على الكربوهيدرات. تمام؟ يلا بقى ننتقل الى اللايبيدات. طبعا اللايبيدات مركبات غير متجانسه، اكيد طبعا عارفين اللايبيدات برضو بتدوب في البنزين ورابع كلوريد الكربون، اللي هي مركبات اللي هي الغير قطبيه. اما المركبات القطبيه مثل الميه لا ما تدوبش فيها. تمام؟ دي بعض المعلومات على اللايبيدات. اساسيات في اللايبيدات يا جماعه انها 3 احماض دهنيه مع كحول الجليسرول ثلاثي الهيدروكسيل، ما عدا الشموع حمض دهني واحد مع كحول مش جليسرول، لان الكحول بتاع الشموع احادي الهيدروكسيل. يلا مع بعض نشوف. اي مالي لا يذوب في البنزين، الاجابه هتبقى د السليلوز. اي مالي يعتمد عليه تصنيف اللايبيدات البسيطه، الاجابه ج نوع الحمض الدهني والكحول. 3 اي العبارات تعبر عن احدى خصائص الدهون؟ باء تحتوي على كميه طاقه اكبر من سكر القصب طبعا، اما الكربوهيدرات اسرع. تمام؟ السؤال اللي بعد كده، اي ما يلي يدخل في تركيب الزيت؟ اي ما يلي يدخل في تركيب زيت عباد الشمس، وسبب لتواجده في حاله سائله في درجه حراره الغرفه؟ طبعا سهله جدا ما فيهاش حاجه. ايوه نوع معين من الاحماض الدهنيه. طب فهمني السؤال ده يا مستر نفهمه لك. مش الزيت فيه حمض دهني غير مشبع؟ ايوه، ما هو ده سبب السيوله، فنوع معين من الاحماض الدهنيه هو ده سبب السيوله بتاعته. السؤال اللي بعد كده، عينه من اللايبيدات احماض دهنيه مشبعه هتبقى ايه؟ احماض دهنيه مشبعه دهون. ايوه دهون، اللي هي ايه بقى؟ ايوه هتبقى صلبه، برافو، هتبقى الحاله الصلبه. طيب ايه مكونات الماده اللي بتغطي السطح العلوي لبشره ورقه نبات التين الشوكي؟ طبقه شمعيه، يبقى ج احماض دهنيه ذات وزن جزيئي عالي وكحولات احاديه الهيدروكسيد. طيب اي لايبيدات لا تحتوي على جليسرول؟ ما احنا قلنا الشموع ما عندهاش جليسرول، الجليسرول ثلاثي الهيدروكسيل، والشموع عندها حمض دهني احادي الهيدروكسيل. طيب عندك 10 جزيئات فوسفوليبيدات. طب الفوسفوليبيدات كان فيها كام؟ دي معقده، كان فيها 2 حمض دهني. طب كم عدد الاحماض الدهنيه؟ 2 في 10 هيبقى الاجابه 20. 9 اي مالي لا يعتبر من خصائص الاسترويدات؟ طبعا الاسترويدات دي اللي هي المشتقه، خلاص يبقى لا يعد من خصائص الاسترويدات. ذات وزن جزيئي منخفض، دي مش من خصائصها. لو قريت الثلاثه تانيين هتلاقي من خصائصها. 10 اي ما يلي يدخل في تركيب اي ما يلي من الهرمونات تعتبر لايبيدات ولا دور في النضج الجنسي؟ ما احنا عارفينها اللي هي الاسترويدات. اي ما يلي يدخل في تركيب جميع اللايبيدات؟ الجلوسيم ما ينفعش، ما احنا قلنا الشموع ما فيهوش. كولين برضو ما ينفعش، ما دي فوسفوليبيدات بس. احماض دهنيه، صح، احماض دهنيه. 12 نواتج هضم الفول السوداني اللايبيدات لما بيتهضم بيتحول لاحماض دهنيه وجليسرول. دي لونها برتقالي، دي لونها احمر، دي لونها ازرق. الانابيب تمثل نتائج ايجابيه تفاعل كميات متساويه من 3 مواد مع بندكت سودان 4 واليود. اي من هذه الانابيب في انابيب اعلى قدر من الطاقه؟ طب ما كان قادر يقول لي بقى اللايبيدات، بس هو بيقول عشان يعرف الطالب هيعرف انها اللايبيدات ولا لا.
فاول تفكير انت فكرته اعلى قدر من الطاقه الليبيدات. تاني حاجه تبص بقى، هي الليبيدات كان ايه؟ كانت سودان 4، كان بيخليها لونها ايه؟ لونها احمر. ماشي؟ يبقى الاجابه 2. اما البرتقالي ده خاص بمين؟ خاص ببندكت، هو مش عايز بندكت، والطالب اللي يكتب برتقالي يبقى كده مش فاهم يعني ايه اعلى قدر من الطاقه. الليبيدات هي الاعلى قدر من الطاقه. 16، في اي مال يختلف الزيت عن الدهن؟ احنا عارفين ان الشيوع في النبات اكثر من الحيوان. ماشي؟ يبقى زيوت شائعه في النبات اكثر من الحيوان. 17، اي مالي يميز الدهون مقارنه بالزيوت؟ ايوه، نوع الاحماض الدهنيه الداخله في التكوين، لان الدهون فيها حمض دهني مشبع والزيوت حمض دهني غير مشبع. 18، اقرا السؤال يلا. برضه بيقول لك اعلى طاقه، ايه الاعلى طاقه؟ هتدور على الليبيدات وتقول اللي هي اعلى طاقه، يعني من الليبيدات هتبقى في الاخر، يعني الليبيدات في الاخر، انت عايز من اقل طاقه لاعلى طاقه. يلا مع بعض نشوف. باء عنب، ده جلوكوز، ده حاجه احاديه يعني. عصير قصب سكروز، ثنائيه او الصغير الكبير. خبز، دخلت بقى في النشويات، يعني جلوكوز، عديد من الجلوكوز، يبقى 1 وهنا 2 وهنا عديد. اما الزبد فهو اللي اعلى طاقه منهم كلهم، فعشان كده بقى الترتيب الصحيح. تعالوا نشوف 19. بصوا للسؤال ده. ايوه، عدد الاحماض الدهنيه هنا 3، 2 اللي هو صاد، يبقى لام وعين زي بعض، اكيد 3 احماض دهنيه، لام وعين، واحد فيهم زيت واحد فيهم دهن. صاد 2 يبقى اكيد دي فوسفوليبيدات عشان 2 حمض دهني. س ده 1 اكيد ده شموع عشان ده عنده حمض دهني 1. اقرا بقى السؤال الاول. السؤال الاول مركب يغطي الصبار، هيبقى س اللي هو الشموع. السؤال الثاني مركب يحتوي على عنصر الفوسفور، شرحناه قلنا الفوسفوليبيدات، هيبقى صاد. ايه اللي وجه الشبه بين عين ولام؟ احنا قلنا ده زيت وده دهن، يبقى نوع كحول، لان الجليسرول موجود هنا وموجود هنا. طب ايه وجه الشبه بين المركبين صاد وعين؟ برضو نوع كحول بين صاد وعين، لان فوسفوليبيدات واحد من دول هيبقى برضو معاهم ايه؟ الكحول، الجليسرول يعني. طيب الصيغه الكيميائيه سي 27 يعني 27 كتيره. اوعى حد يقول اوعى حد يقول ايه؟ فوسفوليبيدات، مفيش فوسفات. وبعدين دي مش صيغه كربوهيدرات، كربوهيدرات سي اتش 2 او، ايه ده؟ مش هي. يبقى الجلايكوجين والنشا نستبعدهم، والفوسفوليبيدات استبعدناها عشان الفوسفات. مفيش عندك غير الكوليسترول، حتى لو انت مش عارف الصيغه فانت جبتها بالاستنتاج. والليبيدات نكملها، لا ينتج من التحلل المائي. طبعا احنا عارفين ان الفوسفوليبيدات المعقده والفوسفوليبيدات البسيطه احداهما لو حصل لهم تحلل مائي فبيتحول لمشتقه. هو بيقول لك بقى لا ينتج من التحلل المائي للبسيطه والمعقده، فناخد الايه؟ يعني لا البسيطه ولا المعقده، يبقى الفوسفوليبيدات، لان الفوسفوليبيدات اساسا معقده اساسا. طيب اقرا السؤال بقى ده كويس. شوفوا مركب س، اقرا مركب صاد، مركب عين. عايزك بقى تقول لي مين س وصاد وعين. ايوه، السليلوز س يوجد في جدار الخليه النباتيه، تمام. الفوسفوليبيدات صاد يوجد في غشاء الخليه، تمام. الجلايكوجين عضلات وخلايا الكبد، يبقى الاجابه باء زي ما قلناها. عندك 3 مواد مجهوله وده بتاع الكواشف. اقرا السؤال. ايوه، تعالى بقى. قريت خلاص؟ قريت المعطيات اللي موجوده؟ يلا مع بعض نشوف رقم 1. س وصاد وعين على الترتيب. د س هتبقى جلوكوز عشان الكاشف بتاعها بندكت تحول لبرتقالي موجب. نشا اليود هيشتغل عليه ويحوله لون ازرق، والليبيدات مع السودان 4 هيعمل ايه؟ هيعمل لون احمر. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو كواشف. طب ما انت عرفت ان هم جلوكوز، اللي هو جلوكوز ونشا والليبيد، خلاص. بندكت بتاع الجلوكوز، اليود بتاع النشا، سودان 4 بتاع الليبيد. اخر سؤال في الجزئيه دي هتبقى ايه؟ اللي هي عند اضافه الميه لس وصاد وعين على الترتيب. طبعا الميه هتدوب بالجلوكوز، تمام، اللي هي باء. بس النشا مش هيدوب، سكر معقد. والليبيد مش هيدوب، والليبيدات ما بتدوبش في الميه، تمام. الشكل اللي قدامكم ده عدد مجموعات الهيدروكسيل OH، 3 OH في مين ومين؟ في الزيوت وفي الدهون. اما المين عين الواحد ده الشمع. يبقى س وصاد برضو واحد زيت وواحد دهن، وعين هو ايه؟ وعين هو الشموع. يلا مع بعض، يبقى الاجابه هي الف زيوت
ودهون وشموع. زي ما قلت لكم اسئله مستويات التفكير العليا سيبها لكم الاجابات في التعليقات ان شاء الله، ونجاوب بعد كده على الامتحان ده. الامتحان ده موجود عندكم في الكتب الخارجيه هذا الامتحان، وحلنا قبل كده كتير. انت بطأ بقى الشاشه عشان تشوف الاسئله وهجاوبها لك في التعليقات ان شاء الله. وتعمل الواجب بتاع اللايبيدات عشان تشوف الاجابات وتصحح لنفسك، وبكده انت بتراجع مراجعه جميله على الكربوهيدرات واللايبيدات. دي خطه المراجعه. احنا رجعنا مع بعض الكربوهيدرات واللايبيدات. يلا مع بعض نراجع بقى الايه الاسبوع اللي هو الثاني اللي راجعناه مع بعض، بروتينات والاحماض النوويه والانزيمات. يلا مع بعض نراجع الجزء الثاني اللي هو اللايبيدات، خلصناه. يبقى البروتينات والاحماض النوويه والانزيمات. يلا مع بعض نراجع مع بعض البروتينات والاحماض النوويه وناخد الانزيمات معها. يلا مع بعض نشوف الاسئله بتاع البروتينات. السؤال الاول بيقول لك اي الذرات التاليه ترتبط بها مجموعه طرفيه في حمض الفالين. اي حمض، فالين، الانين، جلايسين، اي حاجه، كل المجموعات الطرفيه اللي هي سواء الار الكايل او الكربوكسيل او الامين او الهيدروجين، كلهم بيرتبطوا بمحور واحد اسمه الكربون، باء. يبقى الكربون اللي هي باء. في مجموعه الكربوكسيل COH اهي د. 3 كم عدد؟ مجموعه الكربوكسيل الحره. طبعا الحره يعني في الطرف مش في النص، في المجموعات في النص. هو بيضحك عليك بيقول لك 4 احماض امينيه، قال لك 4، قال لك 5، قال لك 10، هي مجموعتين، مجموعه كربوكسيل هنا ومجموعه امين هنا. فلما يسال على الكربوكسيل يبقى واحد، يبقى الاجابه الف، الاجابه 1. كم عدد الروابط اللازمه لتكوين 8 احماض امينيه؟ ما احنا قلنا 8 يبقى 7 روابط ينطلق منهم 7 جزيئات ميه. طبعا السؤال ده بيديك رمز، يعني رمز الالانين دايره، رمز مربع فالين، وهكذا. وبعدين بيسالك ايه اللي بيختلف فيه البروتين واحد عن الثلاثه؟ طبعا ترتيب مختلف. وبرده برجع بقى للسؤال تاني، للشكل ده تاني وانا بقول السؤال اللي هو السؤال اي تشابه 2 مع 3؟ 2 مع 3 بيتشابهوا في ايه؟ بيتشابهوا في انواع الاحماض. 2 مع 3 انواع الاحماض الامينيه موجوده اللي هي باء. ما الترتيب الصحيح للاحماض؟ يبقى ايه بقى الترتيب الصحيح؟ الاحماض الامينيه في 1. تعال نشوف بقى، هتبقى جيم، فالين، الانين، بتاخد بقى ايه كل واحد ورمزه، ماشي؟ يبقى جيم. السؤال السادس اي مال يدخل في تكوين عنصر النيتروجين؟ طبعا الاجابه جلايسين عشان في NH2. الشكل اللي قدامكم ده اللي هو الالوان مش واضحه، الفوسفور اللي هو العمود اللي على اليمين، الحديد اللي في المنتصف، واليود اللي على اليسار. فبيقول لك اي انواع الاطعمه يزايد في زياده فعاليه تبادل الغازات في دم الانسان؟ انا عارف الهيموجلوبين. طب والهيموجلوبين فيه ايه؟ هيبقى فيه حديد. يبقى الاجابه رقم تبادل الغازات رقم الحديد اللي في ايوه 4 اهو اللي في المنتصف ده. طب اي انواع الاطعمه يساهم بدرجه كبيره في تكوين هرمون الثيروكسين؟ ثيروكسين يبقى يود اللي هو اللي على اليسار خالص يبقى طويل. ايوه يبقى الاجابه 2 اللي هي باء. 2 ايوه اللي هي باء. كم عدد الاحماض الامينيه في البروتين يلزم لهضمه 100 جزيء ماء؟ ده سؤال عكسي بقى، سؤال عكسي. يبقى 101 لان ال 101 بينهم 100 رابطه. هو قال لك بقى ايه؟ 100 جزيء ماء يعني 100 رابطه، ما الرابطه بتطلق جزيء ماء، يبقى الاجابه 101. الشكل ده بتاع ايه؟ ايوه الحمض الاميني، برافو. طبعا الشكل ده الحمض الاميني، وبنعرف ان فيه مجموعه كربوكسيل ومجموعه امين. طبعا ده الالكايل والهيدروجين هو جايبهم لك. طيب السؤال، وطبعا عشان برضو ما نبقاش عدينا وخلاص، مجموعه الكربوكسيل اللي هي الحمضيه ومجموعه الامين هي القاعديه. طبعا ده بتاع العناصر داخله في تركيب البروتين. نبات الفول طبعا من البروتينات، البذور فيه بروتين اسمه الالبيومين، ده موجود فين؟ في بذور النباتات. طبعا كله موجود، كربون واكسجين وهيدروجين ونيتروجين كلهم موجود. يبقى الف. السؤال رقم 11 اي مكونات اللبن يساهم في بناء انسجه الجسم؟ او ما اقول لك بناء، ارجع للعضلات. طب والعضلات عايزه ايه؟ عايزه بروتين. مين بروتين في دول؟ الكازين. واحد يقول لي يا مستر ما اللاكتوز موجود في اللبن. يا عم الحاج اللاكتوز سكر،
السكر، احنا عايزين بناء انسجه الجسم. ركز. السؤال اللي بعده، اي مكونات اللبن اهي بص لسه بقول اهو، يجعله احد المصادر السريعه. ما تختارش بروتين بقى كازين، لا تختار بقى ساعتها اللاكتوز. شفت السؤالين دول جمال قوي، لازم يكون واحد ايه فاهم بيقول ايه. طيب بعد كده شخص عمل حادثه ودراعه اليمين اتعور، يعمل ايه عشان يلتئم الجرح؟ ياكل بروتين. يعني ياكل فواكه يا عم، بروتين. طب لبن ورز، ما اللبن بروتين بس الرز مش بروتين، لازم تختار الاثنين بروتين، اللحوم والبيض. برافو. طبعا السؤال ده ايه ده؟ جلوكوز وحمض اميني جي، انزيم البيبسين بيكون بروتين، فانت تختار كله بروتين، اللي هو دال، اللي هو كل جي ده يعني بروتين. سبب اختلاف البروتينات المكونه الحوافر والقرون هو تباين ايه؟ تباين مجموعه الالقايل، لان قلنا الار او مجموعه الالقايل هي اللي بتفرق في تغيير الحمض الاميني او اختلاف نوع البروتين نفسه. فلما يختلف الحمض الاميني يختلف نوع البروتين. اخر سؤال بيقول لك ايه اللي بيدي نتيجه ايجابيه مع كاشف البيورايت؟ هيبقى مسحوق بذور الفول لانها بروتينات. دي تجربه عن الكواشف، ركز في التجربه ونشوف السؤال بيقول ايه. بيقول لك ما المادتين س وص على الترتيب؟ زيت زيتون د اهو سيدان 4، زلال بيض ده البيورايت عشان البروتين. بعد كده بيقول لك كم عدد جزيئات الماء اللي انزعها من 20 حمض اميني؟ سؤال اتكرر كتير يبقى 19. طيب السؤال ده حلو قوي. تفهميه من زائد تفهميه؟ افهم انها مونيمرات. تمام. تفهمين من خط متوصل بعض؟ افهم انها بوليمرات. خلاص. واحد بقى بيفكر، انا بقول لكم تفكير هو خاطئ اللي انا اقوله ده، بس انا اقول لك تفكيره يعني. بدل دي بوليمرات ودي مونيمرات يبقى انا هاخد ايه؟ هاخد الاحماض الامينيه وسلسله عديد بيبتايد. واحد تاني قال له لا، خد الجلوكوز والنشا. فحضر مناقشه بين الاثنين، بيقول له ايه؟ الجلوكوز ايوه، ما ده المستر قال مونيمرات، والنشا ما المستر قال دي بوليمرات. واحد قال له لا، انت عندك الجلوكوز شبه الجلوكوز، لازم تاخد حاجات مختلفه لان دي مربع وشكل خماسي ودايره لازم حاجات مختلفه. يبقى ده دي مستحيله. يبقى الاجابه هتكون ايه؟ هتكون باء. برافو، لان الاحماض الامينيه مختلفه وتكون سلسله عديد البيبتايد. لازم كنت افهمها لكم بالطريقه دي عشان تستوعبوها. 20. ويلا مع بعض نشوف اي الاختيارات التاليه صحيحه. اللي ارنب القطب الشمالي، احنا عارفين ارنب القطب الشمالي بيخزن زي الدب القطبي الدهون، اللي احنا السؤال اللي حفظناه بيخزن ايه؟ الدهون عشان تبقى عازل حراري. يبقى الاجابه هتبقى جيم عشان هو بيروتينات واللايبيدات. اللي يختار الف مستحيل، لان اللايبيدات مش موجوده في الف. خلاص. وده الواجب زي ما احنا عارفين بتاع البروتينات اهي، وزي ما قلنا قبل كده هنقول لكم الاجابات بتاعتها ان شاء الله. يلا مع بعض نشوف الاحماض النوويه. الاحماض النوويه اول حاجه، انا هسيب لك الجدول ده تتفرج عليه كده. ها، مين العباره الصحيحه؟ ايوه باء، يحتوي على 3 مجموعات فوسفات. ايوه الاي تي بي بيتكون من ريبوز، بيتكون من قاعده ادينين، بيتكون من جزيء تي بي 3 مجموعات فوسفات، والنيكلوتيد عندها ايه؟ مجموعه فوسفات واحده. 2. كم عدد انواع النيكلوتيدات تتكون منها الاحماض النوويه؟ 8. ليه 8؟ اصل الادينين لما بيرتبط مع الريبوز غير الادينين لما يرتبط مع الديوكسيريبوز، دي حاجه ودي حاجه، فعشان كده هم 8. ماشي. طب يا مستر احنا خدناها 5 قبل كده. لا يا حبيبي انت مش مركز. 5 دي انواع القواعد اللي هي ادينين، جوانين، سيتوزين، صايمين، يوراسيل. 5 انواع الايه؟ القواعد النيتروجينيه. طيب السؤال رقم 3 هنختار ايه؟ ايوه الثنائيات تشبه العلاقه، ده احماض امينيه مونيمر وده بوليمر. يبقى الف اللي هي نيوكليوتيده وحمض نووي عشان مونيمر وبوليمر. 4. ايه اللي بيمثل الكربوهيدرات في الار ان ايه؟ طبعا الريبوز. طب كم عدد ذرات الهيدروجين في السكر اللي بيدخل في الدي ان ايه؟ ده يوكسيريبوز، الهيدروجين بيبقى 10. تمام. طب اذا علمت ان الصيغه الكيميائيه اهي 1 و2 وايه؟ ادينين ده في الار ان ايه وفي الدي ان ايه، يعني اختار الف ولا اختار باء؟ اكيد في حاجه بتدل على ذلك. شايف الرمز ده؟ C5H10O5؟ لا O4. لو O5 كان يبقى ريبوز كنت اخترت الار ان ايه، بس O4 يبقى دايوكسي ريبوز، يبقى اختار الدي ان ايه. تمام؟ يبقى الاجابه هي الدي ان ايه. هنا اي ميالي تتشابه فيه النيوكليوتيدات مع بعضها بتتشابه في مجموعه الفوسفات. ايه الشكل اللي بيستخدم في بناء البروتين؟ احنا عارفه ان بناء البروتين اللي هو الار ان ايه، يبقى الار ان ايه بقى اخد ايه؟ اخد ايوه التي اللي هي الصايمين
السؤال رقم 9، اي العناصر يدخل في تركيب الدي ان ايه وبروتين الثيروكسين؟ طبعا النيتروجين بيدخل كقاعده نيتروجينيه في الدي ان ايه، في النيوكليوتيده بتاع الدي ان ايه، والنيتروجين بيدخل في الان اتش 2 بتاع الثيروكسين، لان الثيروكسين بروتين، والبروتين ده اكيد فيه حمض اميني، والحمض الاميني فيه ان اتش 2. طب الشكلين دول جلايسين والانين دول احماض امينيه، يبقى الف رابطه بيبتيديه. اما الروابط كلها هنا روابط ايه؟ روابط تساهميه، لان 2 هنا رابطه تساهميه و3 برضو رابطه ايه؟ تساهميه. كده ده السؤال رقم 10، وده الواجب. همر بسريع كده على الواجب وانت ان شاء الله تحله وهتلاقي الاجابات معاك ان شاء الله. يلا مع بعض بقى نشوف التفاعلات الكيميائيه والانزيمات. اول سؤال بيقول لك الشكل المقابل، طبعا البناء اللي هو الاحمر اللي على اليسار والعمود اللي على اليمين الازرق هو هدم. فلما يكون طفل عمره 5 شهور، احنا عارفين ان الايض يشتمل على البناء والهدم. الهدم هو تكسير الروابط بين ذرات الجزيئات لانطلاق الطاقه. اما البناء اللي هو البلمره، تجميع المونيمرات الصغيره لتكوين البوليمرات. اكيد الطفل الصغير 5 شهور بيبني اكتر ما بيهدم، يبقى الاجابه ايه، عشان ايه فيها البناء اكتر من الهدم. ايه الرسومات اللي بتوضح تركيز ماده التفاعل عند اضافه انزيم اليها؟ ماده التفاعل يا جماعه، ما الانزيم يضاف لها اكيد ماده تفاعل، بمرور الوقت ماده التفاعل هتقل وتظهر الماده الناتجه من التفاعل، يبقى الاجابه ج لانها بتقل. طبعا الشكل ده ايه اللي يمثل قطعه خبز في الفم تتحول الى ملتوز، يبقى ايه س، عشان دول جزئين مرتبطين ببعض. طب الناتج النهائي لهضم النشا اكيد جلوكوز، اللي هم الاثنين اللي هم صاد، كل واحد لوحده. خلاص. بعد كده اي الاشكال بي اتش على انزيم، اي انزيم بقى، اي انزيم كده كده الجيم. ليه بقى جيم؟ عشان البي اتش يرتفع الى ان تصل الى درجه الاس الهيدروجين الامثل، ثم هتقل، يعني البي اتش بتزيد ماشي، فالمنحنى ينزل، يعني معناها نشاطه قل. انت زودت البي اتش، زودت لي الدرجه اللي بيشتغل عندها باعلى كفاءه، فلازم اما البي اتش تزودها نشاط الانزيم هيقل. طب انزيم الاميليز بيساعد في هضم النشا، هيتاثر ازاي؟ احنا قلنا الانزيم يقلل طاقه التنشيط. السؤال ده جايب لي كده وقلت لكل الطلاب لما تلاقي الماده اللي ما اتغيرتش موجوده هنا، هي دي ما اتغيرتش، دي ما اتغيرتش، يبقى عين ده على طول تقول انه انزيم. تمام. طب س دي ماده ايه؟ بدل في اول السهم يبقى ماده تفاعل، اخر السهم يبقى مواد ناتجه، يبقى الاجابه هتكون ايه؟ احنا قلنا س ماده متفاعله، صاد نواتج، يبقى د، يبقى الاجابه ايه؟ د. ودي بقى اللي هي القفل والمفتاح، هيبقى الشكل بقى هو اللي يركب عليها. وبعد كده نشوف الواجب بتاع التفاعلات والانزيمات. مشي بطيء اهو عشان تقدر تقراها وتحلها ان شاء الله. ودي الاسئله المهمه اللي هتشوفها ان شاء الله. وده بقى تمتحن نفسك على هذا الامتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا مع بعض بقى نشوف الباب الثاني في الأحياء، الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي. هنتكلم عن العلماء والميكروسكوبات. في أول جزئية ما وجه الشبه من خلايا أنسجة المعدة؟ طبعا وجود الأنوية، لأن الأنوية هي اللي موجودة في جميع الخلايا. أي الأشكال يمكن أن نفحص نسيج الفلين؟ ألف، لأن الميكروسكوب بسيط هيشوف الأنسجة بس، مش هيشوف التفاصيل دي كلها. ايه العالم اللي راى البراميسيوم اول من راى الكائنات المجاريه؟ فان ليفانوك. ايه الميكروسكوبات دي؟ تعالوا اعرفكم عليها. روبرت هوك، ميكروسكوب روبرت هوك، ميكروسكوب فان ليفانوك، ميكروسكوب الضوئي، الميكروسكوب الالكتروني. اللي راى الكائنات المجاريه هو مين؟ اول واحد فان ليفانوك، يبقى الاجابه باء. الاشكال المقابله توضح احد مبادئ النظريه الخلويه اللي دي حيوانات كلها، ودي خليه حيوانيه، يبقى العالم تيودر شوان. تيودر شوان قال ان الحيوان بيتكون من خلايا، تيودر شوان. طيب وده ايه؟ دي بيقول لك فرد ينتج من فرد، يعني فرد بيحصل ايه؟ ينتج فردا جديدا، تكاثر لا جنسي. ماشي؟ هتاخدوها بعد كده ان شاء الله في ثالثه ثانوي. الاجابه هتبقى ايه؟ فيرشو، عشان فيرشو هو اللي اكد على هذا المفهوم.
7. أي ميال يدعم النظرية الخلوية؟ ها، د. الخلية هي الوحدة الأساسية للحياة. أي ميال لا يدعم النظرية الخلوية؟ ها، ج. انقسام ميتوكوندريا ملوش علاقة بالنظرية الخلوية. 9. من نظريات نشأة الحياة هيبقى كده، أيوه، تولد ذاتي، كائنات يمكن أن تنشأ فجأة، وعفوي. كل ده يتعارض مع مبدأ اللي قاله فيرشو قال المبدأ ده عكسه خالص. طبعا ده نباتات، يبقى الإجابة شلايدن. شو قال النبات بيتكون من إيه؟ بيتكون من خلايا. طب أي مالي ليس من مبادئ النظرية الخلوية؟ ها، مين اللي مش من مبادئ النظرية الخلوية؟ أيوه، جيم. في حاجة اسمها الكائنات الأولية نشأت من معقدة، مش منطقية. السؤال اللي بعد كده هيبقى الإجابة إيه؟ الميكروسكوب الضوئي يشوف لك الخلية البكتيرية. تصل قوة تكبير الإلكترون مليون مرة، والضوئي 1500 مرة. معلومة بقى، الميكروسكوب الضوئي تباينه ضعيف وقوة تكبيره ضعيفة، بس الطول الموجي بتاعه كبير. الميكروسكوب الإلكتروني العكس، الطول الموجي بتاعه قصير بس التباين والوضوح عالي جدا. يبقى السبب هو ج. الطول الموجي للحزمة الإلكترونية أكثر من الطول الموجي للحزمة الضوئية. 14. قوة التكبير وقوة التباين. طيب الدي ان ايه لما نفحصه، قوة التباين الأحمر اللي هو على اليمين والأزرق اللي على اليسار ده قوة التكبير. يلا نشوف الإجابة إيه؟ ها، صاد. قوة تكبير عالية، قوة تباين عالية، لأن الميكروسكوب إلكتروني. أنت بتشوف حمض إيه؟ بتشوف حمض نووي. خلاص. السؤال بعد كده، ها، تفاصيل خارجية لخلية دموية بيضاء. محدش بقى يقول لي ميكروسكوب ضوئي 2000 و2500، دي هتبقى كبيرة غير واضحة. لا، فأنت هتختار الماسح، لأن الماسح بيدرس سطح الخلية. هو قال لك التفاصيل الخارجية. في الأبحاث العلمية لتقنيات التحليل البيوكيميائي ظهرت أسس جديدة. كمل. بناء على ذلك يتضح استخدام العلماء لايه؟ ها، لعلماء لايه؟ ايوه، ميكروسكوب الكتروني نافذ. نافذ ليه؟ لان ده درس النيوكليوتيدات والدي ان ايه والتتابعات، اكيد نافذ اللي هو التفاصيل الداخليه. ماشي. الميكروسكوب الضوئي بيقول لك يميزه ميزه بسيطه جدا. ج. يقدر يشوف الانسجه. خلاص. قوه الشيئيه 40. قوه الشيئيه كام؟ 40. و10 في 40 بكام؟ ب 400. طبعا الميكروسكوب ده لو انت شايف الشكل ده، لو انت شايف الشكل ده واحد ده، انت شايفه ايه؟ شايفينه ايه؟ احنا شايفينه تفاصيل داخليه والنواه دي في الخلايا العصبيه، يبقى باء نافذ. اما ده ملون وشكل كده سطحي كده، يبقى ايه؟ الميكروسكوب الالكتروني الايه؟ الماسح، عشان مفيش تفاصيل، مش باينه النواه. هنا النواه باينه. خلاص. ده الواجب يا جماعه، هتحلوه برضو ان شاء الله. دخلنا برضو على الخلايا اهي، وده امتحان شامل عن الفصل الاول. تعالوا بقى نشوف موضوع الخلية ونتكلم عن مقدمة الخلية. تعالوا مع بعض نراجع مقدمة الخلية ونشوف أي من المواد التالية تحدد شكل خلية نبات الذرة. اللي بيحدد الشكل هو الجدار الخلوي. إيه ده مش مكتوب جدار خلوي؟ ما هو بيتكون من سليلوز. صح. د. الشكل دي خلية نباتية ودي خلية حيوانية. واحد مشاور على الجدار واثنين مشاور على الغشاء. المشترك فيهم إيه؟ باء. الفصل بين محتويات الخلية والوسط المحيط. السؤال رقم 3 هيبقى بيقول لك الفوسفوليبيدات مع جزيئات الماء، اكيد عن ارتباط ايه؟ الرؤوس، لان الرؤوس محبه للماء، اللي هي الاجابه باء. السؤال بعد كده رقم 4 اللي هو بيقول لك الهرمونات من الغدد الصماء وتصب في الدم. الخلايا مستهدفه. مين اللي بيتعرف على الماده؟ اللي بيتعرف هو البروتين بتاع الغشاء البلازمي. خلاص. الليبيد المعقد اللي بيدخل في الغشاء البلازمي هو الفوسفوليبيد. ايه الاشكال دي اللي خدناها؟ احنا ما درسناش كل ده، درسنا ده بروتين مطمور في الفوسفوليبيدات. 7 ازاي تواجه طبقات الفوسفوليبيدات الغشاء البلازمي عن بعضها؟ اكيد هتواجه بالديول، يعني الديول اللي هي رقم د من خلال الديول الكارهه للماء. شوف الشكل ده كده، عين دي نواه، س ده غشاء، ص ده سيتوبلازم. يلا س وص وعين ايه على الترتيب؟ هيبقى الاجابه مش على الترتيب، لا
بيقول لك اللي في الخليه صحيح بالنسبه للتركيب س وص في النباتيه. النباتيه فيها جدار خلوي، صح كده؟ وفيها غشاء بلازمي برضه. بصوا هي الف، لان الثلاثه دول موجودين في النباتيه وفي الحيوانيه اساسا، اللي هو السيتوبلازم والغشاء والنواه. ودي لو هو قصده ان دي بلاستيدات هيبقى برضه نباتيه تبقى الف برضه. تمام؟ 9 اي ما يلي يظهر فيه السنترومير. بيبقى موجود فين؟ ايوه الكروموزوم الثنائي الكروماتيد. الشكل ده بتاع نواه. 1 ده الشبكه الاندوبلازميه، تمام؟ و2 دي اللي هي الكروماتين الشبكه الكروماتينيه. 3 دي النويه، وده الغشاء النووي. رقم 4 الجزء الذي لا يعتبر ضمن مكونات النواه هيبقى الشكل 1 اللي هي الف. ما الجزء الذي يحمل الجينات؟ هيبقى 2 اللي هي الشبكه الكروماتينيه، مما يتكون جزء 2 باء بروتين ودي ان ايه. اي المواد يتاثر انتاجها بصوره مباشره لما يحصل خلل في التركيب رقم 2. طبعا مش هيقدر يدي الار ان ايه البروتين، عشان الار ان ايه بينسخ البروتين، بينسخ الاحماض الامينيه عشان يكون البروتين، فاللي هيتاثر البروتينات. 11 كم جزيئات الدي ان ايه في خليه كائن حي؟ 10 في الطور الاستوائي هم نفس ال10. اي الاشكال البيانيه تعبر عن علاقه من عدد النويات وافراز الانزيمات. من المعروف ان النويه تنتج ريبوسوم، والريبوسوم هو له علاقه بانتاج البروتين، فكل ما تزيد النويات اكيد هيزيد افراز الانزيمات اللي هو الشكل ايه؟ باء. وده الواجب. وكده انتهت مراجعه العلماء والميكروسكوبات والخليه. تعالوا مع بعض بقى اخر حاجه في المنهج نتكلم عن باقي عضيات الخليه والانسجه. يلا مع بعض نشوف عضيات الخليه، باقي عضيات الخليه، ونشوف الانسجه عشان ننهي المنهج مع بعض في المراجعه اللذيذه اللي كنا مع بعض فيها في الوقت القليل ده. يلا. اول سؤال هنتكلم عليه، ايه العضيات التي لا توجد في الطحالب الخضراء؟ السنتروسوم، لان السنتروسوم موجود في الخليه الحيوانيه عشان يؤدي الانقسام، ومش موجود في الخليه النباتيه. مش موجود في الخليه ايه؟ النباتيه. وبرده مش موجود في الخليه العصبيه، عشان الخليه العصبيه ما بتنقسمش، والخليه النباتيه بتنقسم عن طريق ايه؟ عن طريق السيتوبلازم. ما العضي الذي يشارك في زياده عدد الخلايا الجسم المركزي هو الذي يؤدي الى انقسامات الخلايا؟ 4 اي ما يلي يقوم بدور هام في انقسام الخليه النباتيه. خلي بالك اللي مش هياخد باله من كلمه الخليه النباتيه هيقول الجسم المركزي، بس هي الاجابه السيتوبلازم عشان دي خليه نباتيه. الشكل دوت مش لازم تعرف اسمه، ماشي؟ هو اسمه كيلاميدوموناس، مش لازم تعرف اسمه، بس الاصوات اللي موجوده دي درسنا ان الجسم المركزي اللي هو السنتروسوم هو اللي بيسبب تكوين الاصوات والاهداب بتاع البراميسيوم. طيب 6 لو جينا ل6 وقلنا الشبكه الاندوبلازميه الملساء بتعمل ايه؟ بتحول الايه؟ السكر الجلوكوز الى جلايكوجين في الكبد، يبقى الاجابه باء. 7 ايه اللي ما بيتمش بناؤه بالشبكه الاندوبلازميه؟ الاجابه دي ان ايه، لان الدي ان ايه ملوش علاقه بالشبكه الاندوبلازميه الخشنه او الملساء. 8 اي من الوظائف التاليه في الخليه لا تتاثر بشكل مباشر بغياب الشبكه الاندوبلازميه؟ طبعا انتاج الطاقه. وتشوفوا الاسئله دي بقى ان شاء الله ونزل لكم اجاباتها. تمام؟ يلا مع بعض نشوف الانسجه النباتيه. طبعا الانسجه النباتيه تنقسم الى انسجه بسيطه وانسجه مركبه. الانسجه البسيطه مثل ايه؟ مثل النسيج البرانشيمي، النسيج الكولانشيمي، النسيج السكلرانشيمي. اما الانسجه المركبه الخشب واللحاء. الخشب ينقل الماء من التربه الى الورقه، واللحاء ينقل المواد الغذائيه الجاهزه من الورقه الى جميع اجزاء النبات. طبعا النسيج البرانشيمي اللي قلناه في الاول البسيط ده خلايا بيضاويه او مستديره بينها ايه؟ او كرويه، يعني بينها ايه؟ بينها فراغات للتهويه تخزن النشا، تقوم بعمليه البناء الضوئي. اما النسيج الكولانشيمي فده التغلظات اللي بين الخلايا هتكون ايه؟ هتكون سيلولوز، ماشي؟ والسكلرانشيمي هتكون التغلظ اللي بين خلايا ايه؟ ايوه هتبقى ليجنين. يلا مع بعض الاسئله البسيطه عن الانسجه النباتيه. ادنى مستويات التعضي هتبقى العضيه، لان العضيه ثم الخليه ثم النسيج ثم العضو ثم الجهاز ثم الجسم، فاحنا اقل حاجه الميتوكوندريا هنا في الشكل. طبعا التركيب ميم هيبقى س ولام على اساس ان لام ده عضو الورقه، ماشي؟ وس ده خليه. اي ما يمثل تركيب ميم
وظيفة تركيب ميم، وظيفة تركيب ميم هتبقى ألف وباء معا، لأن ميم ده نسيج برانشيمي اللي بيتكون فيه جزيئات الجلوكوز، أكيد صاد، لأن صاد فوقه أخضر غامق، يبقى فيه كلوروفيل، والكلوروفيل ده هو اللي بيدل على وجود الجلوكوز، لأن هو بيكون الجلوكوز. أي الأنسجة تعمل على تدعيم النبات؟ طبعا ألف كولانشيمي وسكلارنشيمي. أي ما يلي يعتبر من التراكيب الحية في الخلية، خلية مرافقة عشان عندها نواة. أي ما يلي ينتقل من خلاله ناتج عملية البناء الضوئي في النبات هيبقى إيه؟ الأنابيب غربالية اللي هي تمثل اللحاء. خشب واللحاء يا جماعة بيتشابهوا إن الاتنين أنسجة توصيلية، فيبقى نوع النسيج. يلا مع بعض بقى الأنسجة الحيوانية. طبعا الأنسجة الحيوانية بتنقسم إلى أنسجة طلائية، أنسجة ضامة، أنسجة عضلية، وأنسجة عصبية. أول حاجة الأنسجة طبعا ده يبقى نسيج إيه؟ طلائي. الأنسجة الطلائية يا جماعة فيها قلنا قبل كده بسيط ومركب. البسيط قلنا حر شفي ره وشين. الره يعني إيه؟ رئة، بطانة الرئة، حويصلات الرئة. والشين اللي هي الشعيرات الدموية. طيب مكعبي، كاف مكعبي اللي هي الكلية ونيبيبات الكلية. طب عمادي زي دي، عمادي يبقى ايه؟ عين معدة وامعاء. اتحفظ ده، معدة وامعاء، يبقى كده ده النسيج الطلائي. اما الشكلين دول فدي بطانة نيبيبات الكلية عشان مكعبة اهي، ودي جدر حويصلات لوئية عشان طبقة واحدة. وهنا هناخد اللي هي على الترتيب درجة الصلابة، العظم أصلب أشد صلابة من الغضاريف، يبقى الإجابة تبقى جيم. والنسيج اللي بينقل غاز الأكسجين وثاني أكسيد الكربون، الضم الوعائي اللي هو الدم. وبعد كده العضلات المسؤولة عن حركة الرأس والأطراف هي عضلات إرادية ومخططة اللي هي دال. أي الأنسجة لا تساعد المريء في قيامه بوظيفته. طبعا الأنسجة العضلات الإيه؟ لا يساعد، لأن هو أصيل وطلائي وملساء، يعني إيه في الآخر؟ لا يساعد، يبقى المخططة، لأن المخططة إرادية وهو مش إرادي. طيب القصبة وهي فيها إيه؟ فيها كل حاجة، فيها نسيج دم أصيل، فيها طلائي، فيها غضروفي اللي هي الحلقات الغضروفية. السؤال رقم 8 هيبقى اندفاع الدم من القلب، يبقى النسيج العضلي، عضلات القلب. السؤال التاسع هيبقى خلايا طويلة واسطوانية. السؤال رقم 10 أيوة دي غير مخططة لا إرادية، ماشي؟ دي العضلات اللي هي غير مخططة لا إرادية اللي هي الملساء. أي ممالي لا يميز خلايا عضلات الهيكلية، لا أيوة صح، أهي تحتوي على أقراص بينية، لأن القلب خلايا القلب بين ألياف عضلات القلب يوجد أقراص بينية تجعل القلب ينبض بصورة متزنة، وهنا العضلات الهيكلية ما ينفعش تتميز بدي. أي الأنسجة توجد في جدار الأوردة هتبقى أنسجة عضلية ملساء، ماشي، توجد في جدار الأوردة، تمام. بعد كده أي الأنسجة تساعد في حركة الطرفان العلويان هيبقى أنسجة عضلية هيكلية. بعد كده هتبقى اللي هي أي ما يلي أكبر كمية ميتوكوندريا، أكبر كمية ميتوكوندريا خلايا العضلات في الحيوان دال، والخلايا المرافقة في النبات شكل حويصلة لوائية بيبقى خلايا اللي هي الخلية دي الواحدة دي. وبعد كده الأجهزة ده موجود العمادي في الجهاز الهضمي، وأجهزة دي التنفسية. طب أي أنسجة الحيوان مسؤول عن حركة المواد؟ خلي بالك حركة المواد في القناة الهضمية اللي هي دي، عشان في ناس تتلخبط ممكن يحسبوها حركة المواد في القناة الهضمية، يقول لي هي مسؤولة عن حركة المواد، خلاص مش القناة الهضمية نفسها، لا اللي مسؤول عن حركة المواد في القناة الهضمية مش القناة الهضمية نفسها. وده الواجب. ودي أسئلة اهي، أسئلة جميلة على الفصل الأخير. وده بقى ملخص جميل أمشيه بطيء كده عن الباب الثاني، وإن شاء الله ربنا يوفقكم، وإن شاء الله وتذاكروا على خير وتجيبوا درجات عالية. باب أول باب تاني قلت لكم مفيش ساعة، قلنا الباب الأول والباب التاني فيها في أسئلة، هي أسئلة قليلة أنا عارف، بس أنا عرضت لكم الأسئلة عشان بس الوقت بتاعكم، وعشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل وتزهقوا مني. فكده خلصنا مراجعة الفصل الدراسي الأول، الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي. وبكده يا شباب خلصنا المراجعة الجميلة الشيقة من أكاديمية نوبل، ومع مستر عمر المليجي مدرس الأحياء.
خلصنا المراجعه الجميله، الباب الاول باب تاني. انا عارف ان انا كنت مقصر ان انا ما جبتش اسئله كتير، بس الاسئله دي تناولنا افكار المنهج كله في ساعه بالظبط، تناولنا الافكار كلها عشان تبقى انت رجعت. انا عايزك تراجع تاني وتذاكر تاني عشان تحقق هدفك، وربنا يوفقكم ان شاء الله. وخلي بالكم احنا بنجهز لتانية وتالتة، مش اولى هي الهدف، تانية تجهز لتالتة. يعني هدفنا كله نبني طالب في اولى في اكاديميه نوبل، بنعمل كده، بنبني طالب في اولى، نبني في تانية عشان نحصد ما بنيناه في الصف الثالث الثانوي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.